محنة أم منحة؟ محنة أم منحة؟ أحيانا يمر الإنسان باختبارات متعددة، إما أن تمر عليه مرور الكرام، إما أن يتعلم منها ويأخذ منها العبر والأحكام. كل منا في هذه الحياة يعيش في ضيق بسبب الرزق والخوف، يعيش في ضيق بسبب الرزق وخوف شديد، وينسى إن هذا ابتلاء من الله الغني الحميد. فإن الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات هو ابتلاء من رب الأرض والسماوات. الخوف امتلكنا فنسينا قوله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ونقص من الأموال فنسينا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الأنفس والثمرات فنسينا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. فمهما جمع الإنسان من أموال وأولاد وغيرها من شهوات الدنيا، آخرها لا محالة هي الموت، هي الموت. وإن أخذ الله سبحانه وتعالى منه بعض النعم التي أعطاها للإنسان ليبتليه، ليصبح بعد ذلك منحة عظيمة من الله لصبره وقوة إيمانه. أما إذا كان عكس ذلك والعياذ بالله، ولم يصبر على هذه الابتلاءات، ولم يشكر رب الأرض والسماوات، انقلبت إلى نقمة ومحنة كبيرة أخذته إلى الهاوية. نداء إلى كل من تسول له نفسه بأنه قادر على الدنيا وأخذه الغرور وحب النفس. نداء إلى من تكبروا في الأرض ويستعلون على الناس وكأن الموت لا يصل إليهم. نداء إلى كل إنسان ظالم في تلك الحياة، ظلم وتوغل في الظلم ولا يستطيع أحد إيقافه. نعم، إلى كل من طغى وتكبر، وكل من ظلم وافترى على الخلق، وكل من أكل أموال الناس دون وجه حق، وكل من أكل أموال الناس دون وجه حق، وغيرها من الأمور التي نهى عنها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أقول لهم: استيقظوا من هذه الغفلة، وكفوا أيديكم عن ظلم الناس، وردوا المظالم لأهلها، ولا تكبروا ولا تستعلوا على أحد، فالكبرياء والعظمة لله وحده، فالكبرياء لله والعظمة لله. لا تستغلوا مناصبكم في الافتراء والطغيان، لا تستغلوا مناصبكم في الافتراء والطغيان على الناس البسيطة التي تريد لنفسها العيش في أمان واطمئنان،
وعبادة الرحمن استيقظوا قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.